بتصرف فلوسك على الإعلانات ومفيش نتيجة. طب بتعمل محتوى ومحدش بيتفاعل. المشكلة مش في السوق، المشكلة في استراتيجيتك انت. النهاردة هقولك على 4 أخطاء في التسويق لازم تبعد عنها فورا، ده لو عايز تنجح. أول غلطة كارثية، إنك تستهدف الكل. يعني تعمل إعلان أو محتوى تحط في بالك إنه هيعجب أي حد بيشوفه، وده أكبر غلط. الصح إنك تحدد جمهورك بدقة، سنهم، اهتماماتهم، مشاكلهم. فلما تعرف أنت بتكلم مين، هتعرف تقول إيه وفين وإزاي. تاني غلطة، كل المحتوى بتاعك يكون بيع بيع بيع. الناس بتزهق، خلي بالك. الناس بتزهق بسرعة لو حسوا إنك بس عايز فلوسهم. حاول توازن بين المحتوى التعليمي والترفيهي وبين عروض البيع. يعني اعمل ميكس كده ما بين كل العناصر دي بما يليق بالمنتج بتاعك أو الخدمة. أو ببساطة، ابني علاقة الأول وبعدين دور على البيع. تالت غلطة، إهمال التحليلات. اصحى معايا. بتدفع في إعلانات أو بتعمل حملات تسويقية مدفوعة، وبعدين ما بتراجعش الأرقام ولا تعرف إيه اللي اشتغل وإيه لأ. طب إزاي هتتطور؟ نسبة التفاعل والنقرات والمبيعات لازم تحسبها ولازم تحللها. ساعتها هتعرف ايه المحتوى اللي بينجح معاك اكتر. وتابع دايما التحليلات، لان خلي بالك البيزنس لغته الارقام، ما بيفهمش اي لغة تانية. رابع غلطة، ما بتفكرش في الموبايل. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ اغلب الناس دلوقتي بتعمل كل حاجة من الموبايل بتاعها. لو موقعك أو إعلانك مش متظبط للموبايل، يبقى أنت كده خسرت شريحة كبيرة يا معلم. شريحة كبيرة من إيه؟ شريحة كبيرة من العملاء طبعا. جرب كل حاجة بنفسك على الموبايل قبل ما تطلعها للناس، ودي نصيحة ذهبية جدا، وهتعرف قيمتها بعدين. لو عايز تعرف أكتر عن التسويق واستراتيجياته وأدواته، ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان كل جديد. وإلى لقاء قريب. ده بس كان بريف. كان معكم عمر. سلام.